أسعد الله مساكم. العالم اليوم مليء بالقنوات الفضائية والإذاعية والجرائد والمجلات ووسائل التواصل الاجتماعي، كلهم هدفهم في المقام الأول تغيير فكرك وتوجهاتك لخدمة أهدافهم قد تكون سياسية أو دينية أو اقتصادية أو اجتماعية، والتحدي الأكبر بالنسبة لك هو كيف تستبين الحقيقة من كل ما تقرأ وتسمع وتشوف. حبيت في هذا السناب أقدم بعض الأفكار البسيطة لكيف نتبين الحقيقة من الكذب في الأخبار الإعلامية. أول شيء لازم يثير الشك فيك هو غرابة الموضوع. لما تستغربه صدق إحساس الاستغراب اللي داخلك وابدأ البحث عن حقيقته. الأمر الثاني، هل العنوان يتطابق مع المحتوى؟ لأن كثير من الشبكات الإعلامية تلعب على وتر إن الناس ما تقرأ، وإن قرأوا ما ركزوا، فتلاقي العنوان يثير شيء ونص الخبر ما يأيده. ولا تكتفي بقراءة الخبر أو سماعه، ارجع للخبر الأساسي اللي نقلوا عنه، لأن النقل ترى يغير كثير. إذا اقتطع الخبر مقولة من شخص ما، ارجع لما قبلها وبعدها، لأن القطع ممكن يكون مضلل كثير، زي ويل للمصلين. إذا كان الموضوع يأجج الكراهية ضد فئة معينة بالتحديد، فابحث وتقصى، لأنه يبدو أنه موجه وشك في مصداقيته. وترى الصور ممكن تلفيقها، أما بتعديلها أو بنقلها عن خبر ما لا علاقة. استخدم محركات البحث عن الصور للبحث عن أصل الصورة وتواجدها في أخبار سابقة. لكل خبر مصدر، ومصدره يدل على توجهه. بعض المصادر لها مصداقية وبعضها لا مصداقية على الإطلاق. إذا شاهدت أو قرأت أو سمعت خبر، اسأل نفسك هل أعطاني أدلة حقيقية ولا يبغاني أثق فيه وأتبعه بلا تمحيص. ارجع للمصادر المخالفة لهالتوجه وشوف ايش يقولون، قارن وحلل بنفسك. الموضوع يحتاج للكثير، لكن اكتفي بهالحد. هذا عقلك، هذا فكرك، هذا أهم ما تملك. لا تخليه وعاء يرمون فيه الآخرين نفاياتهم. الله يحفظكم من كل شر، يحفظ أرواحكم وأعراضكم وأفكاركم وممتلكاتكم. طاب يومكم.